السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاية النهاردة اتكلم معاكم عن حاجات قررت اعملها في السنة الجديدة، وانتوا كمان لازم تعملوها معايا. فاضل في السنة 5 ايام بالظبط وتخلص. ياه، تخيلوا الايام جريت ازاي. لسه كنا بنقول الكلام ده من سنة ما كملناش، ويا دوبك السنة هوب لقيناها خلصت. واكيد دلوقتي انت بتفكري بكل الحاجات اللي كنت ناوية تعمليها في سنة 2025 اللي احنا فيها دي، اللي فاضل فيها خلاص كلها كام يوم وتخلص، وما عملتيش منهم اي حاجة. واكيد حاسة انك تعبتي وما حققتيش كل اهدافك ولا احلامك. بس انا مش عايزاكي تفقدي الامل. طب ليه ما فقدش الامل؟ لان النهاردة هقولك على حاجات لازم تعمليها قبل ما تبدأي السنة الجديدة. هنتكلم ازاي نستغل ال5 ايام اللي فاضلين في السنة. يلا كملي معايا الفيديو للآخر، لاني عايزاكي تدخلي السنة الجديدة وانتي واثقة من نفسك ومتصالحة كمان مع نفسك، وعندك طاقة ايجابية ومنظمة. يلا خدي معايا بقى نفس عميق واسمعيني كويس، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. اول خطوة معانا، راجعي سنتك القديمة. عايزاكي تراجعي سنة 2025، تراجعي كل شهر، كل وقت، كل حاجة عملتيها فيها، كل خطوة وقرار خدتيه فيها. عايزاكي تاخدي وقت هدوء كده مع نفسك، وهاتي ورقة وقلم وارجعي شوية لورا، بس من غير خوف، وبنية انك تفهمي نفسك اكتر. واسألي نفسك بهدوء، ايه اللي حصل معايا السنة دي؟ ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت لي؟ مين وقف جنبي وشجعني من كل الناس اللي في حياتي؟ مين اللي كان بيحاول يكسرني كل مرة؟ وايه الدروس اللي اتعلمتها من السنة دي؟ اكيد بعد ما تسألي نفسك كل الاسئلة دي هتفتكري مواقف من ناس وجعتك، واكيد برضو هتفتكري فرص ضاعت منك. بس مش عايزاكي تزعلي، لان كل حاجة حصلت كان لازم تحصل عشان تكوني النسخة اللي انت فيها دلوقتي. يمكن تضحكي كمان لما تفتكري لحظات جميلة، نجاح بسيط، حتى لو اللحظات دي وقتها صغير جدا، بس هي اللي خلتك تكملي. تاني خطوة معانا، سامحي من غير رجوع. راحة قلبك أهم من أي حد. سامحي من غير ما ترجعي لورا، من غير ما تتدخلي نفسك في دوامة كلام وجرح ومشاعر سلبية. سامحي مش عشان الشخص اللي قدامك يستاهل، لأ، سامحي عشان قلبك يستاهل، عشان راحتك النفسية أهم من أي حد. لما تسامحي مش معنى كده إنك توافقي على اللي حصل، ولا تنسي ولا ترجعي تدي لنفسك فرصة تتأذي تاني. معنى التسامح الحقيقي إنك تخففي عن نفسك حمل، تسيب الغضب والضيق بعيد عن قلبك. اللي بيضايقك، اللي بيجرحك ممكن يفضل موجود في الذاكرة عادي، لكن مش لازم يكونوا مكانه في قلبك. سامحي، ابتسمي، ونفضي عن نفسك أي طاقة سلبية. هتحسي بخفة وسعادة انتي عمرك ما تتخيليها. خلي هدفك دايما راحة قلبك، سلامك الداخلي، وابتسامة صافية من غير أي ألم. الدنيا قصيرة جدا، ومفيش وقت ان انتي تتضايقي على حد. سامحي وامشي لقدام، وما تبصيش وراكي أبدا. تالت خطوة معانا، اقفلي الباب اللي وجعك. مش كل باب بيتفتح تاني. في حياتنا بنقابل ناس وتجارب بتجرحنا، اوقات بتحسي انك هتفضلي عايشة جوه الألم ده طول عمرك. بس الحقيقة مش كل باب بيتفتح تاني، ومش كل حاجة لها فرصة تانية. اقفلي باب اللي وجعك مش عشان تنسي، لأ، عشان تحمي قلبك من الجروح اللي ملهاش أي لازمة. مش كل الناس يستاهلوا يرجعوا لحياتك، ومش كل غلط لازم يتكرر. الباب اللي يتسبب لك فيه ألم اقفليه، اقفليه وخليه ورا ظهرك وما تبصلوش نهائي. مش معنى كده
ان انت ما بتقفلي الباب ان انت يبقى جوه قلبك ضغينة. لا بالعكس، ده معناه انك بتحافظي على نفسك، على راحتك وعلى طاقتك، لان الحياة قصيرة جدا على الناس او المواقف اللي بتشدنا لتحت. ابدأي دلوقتي اقفلي الباب، خلي قلبك صافي، وفكري في اللي جاي بس، الفرصة الحلوة، الناس اللي هتحبك من غير ما تأذيكي، والأيام اللي تستحق ان انت تضحكي فيها. رابع خطوة معانا، اختاري نفسك المرة دي حتى لو هيزعل غيرك. كتير مننا بنعيش حياتنا بنراضي الناس، بنحط احتياجاتهم قبلنا، وبنخاف نزعل حد أو نخسر حد، لدرجة إننا بننسى نفسنا تماما. المرة دي اختاري نفسك، اختاري قلبك وسعادتك وراحتك النفسية، خليهم أولوية. اختاري نفسك، مش أنانية ومش طمع، ده حب لنفسك واحترام ليها. لو كل شوية بتضحي بنفسك عشان حد، هتلاقي نفسك تعبتي وحياتك ضاعت من غير ما تحسي. المرة دي قولي للحاجات لأ، الحاجات اللي توجعك قوليلها لأ، ونعم للحاجات اللي بترفعك. الناس ممكن تزعل، ممكن تحس انك اتغيرت معاها، بس في الآخر راحتك أهم من أي زعل. واللي يستهلك هيفهم ويقف جنبك، واللي مش يستهلك خلاص سيبيه وامشي. الحياة قصيرة قوي على انها تضيع على الناس اللي مش عايزين لك الخير. اختاري نفسك المرة دي دلوقتي، وقولي لنفسك انا اولوية عندي. ثقي في نفسك اكتر، لانك عرفت دروسك خلاص. كتير مننا بنكون خايفين ناخد خطوة جديدة او نقرر حاجة مهمة عشان شوية تجارب فاتتنا وعلمتنا وجع أو خيبات. بس الحقيقة كل اللي عدى خلاص، وكل درس اتعلمتيه جه عشان يقويكي مش عشان يكسرك. ثقي في نفسك أكتر، لأنك دلوقتي عندك خبرة وعندك وعي وعندك القدرة تختاري الصح لنفسك. كل تجربة كانت مرحلة خلاص وعدت، وكل غلط كانت فرصة تتعلمي منه حاجة جديدة، حاجة جديدة عن نفسك وعن حياتك. مفيش أي داعي للشك أو القلق الزيادة. خلي ثقتك في نفسك دليلك. لو وقعتي قبل كده، دلوقتي تعرفي تقفي أسرع. لو اتجرحتي من حد، دلوقتي تعرفي تحمي قلبك. كل اللي فات كان تجهيز للخطوة الجاية. افتكري دايما ان انتي أقوى من أي تجربة، وأقوى من أي تحدي، أي موقف، لأنك عرفت دروسك وخلاص كده اتعلمتي، وبقى عندك ثقة في نفسك أكتر وأكتر. سادس خطوة معانا، حطي حدودك بدري عشان ما تتوجعيش متأخر. كتير مننا بنسيب الناس تدخل حياتنا على راحتها خالص، نديهم حرية زيادة عن اللزوم، ونضحي بنفسنا عشانهم، وبعد فترة بنلاقي نفسنا موجوعين ومصدومين. طب ايه السبب؟ السبب اننا محطناش حدودنا بدري. حطي حدودك من الاول، حطي لنفسك وللناس، وقولي لا. قولي لا لما حاجة مش مناسبة، ووضحي للناس اللي حواليكي ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول. مش هتكسري قلب حد، بالعكس هتحمي قلبك من الألم اللي ممكن يجي بعدين. الحدود مش قسوة ولا أنانية، هي احترام لنفسك وحماية لطاقة قلبك ووقتك. كل ما تتعلمي تحطي حدودك بدري، كل ما هتعيشي حياة أخف وأهدى وأقل وجع. افتكري دايما إن الوقاية خير من العلاج. حطي الحدود من الأول عشان ما تتعذبيش بعدين. سابع خطوة معانا، خلي نيتك صافية وربنا هيظبط الباقي. الحياة ساعات بتكون معقدة، بنفكر كتير، بنقلق كتير، وبنحاول نسيطر على كل حاجة حوالينا. بس الحقيقة أوقات الحل بيبقى بسيط جدا. خلي نيتك صافية وربنا هيظبط الباقي. النية الصافية أهم حاجة. لما تعملي حاجة من قلبك من غير غش ولا من غير حقد ومن غير مصلحة شخصية، ربنا هيفتح لك أبواب ما كنتش متخيلاها.
مش محتاجة تحاولي تتحكمي في كل حاجة، ركزي على اللي قدامك واعملي الصح، والباقي سيبيه على ربنا. كل خطوة صادقة بتاخديها بتزرع طاقة إيجابية حواليكي، وكل حاجة هتمشي لمصلحتك لو نيتك كانت صافية. ما تقلقيش، ربنا شايف كل حاجة. افتكري دايما، نية صافية زائد جهد صادق بيساوي ربنا هيظبطلك الباقي. ما تشيليش هم اي حاجة في الدنيا، سيبي كل حاجة على ربنا. ربنا في ايديه كل حاجة، كل حاجة ممكن تتخيليها وتتوقعيها. تامن خطوة معانا والأخيرة، ادخلي السنة خفيفة من غير حقد ولا خوف ولا شيل من حد. السنة الجديدة فرصة تبدأي فيها من جديد، فرصة ترمي وراكي أي طاقة سلبية، أي حقد، أي خوف، وأي شيل من حد. مش محتاجة تشيلي معاكي وجع الناس أو مشاكلهم. خلي قلبك صافي وخفيف. ابدأي السنة بابتسامة، بنية صافية، وبعقل مركز على اللي يفرحك ويسعدك بس. اللي حصل قبل كده خليه درس مش عبء. ما تخليش أي حاجة تأثر على راحتك أو طاقتك. كل يوم جديد فرصة، وكل خطوة لقدام لازم تبقي واثقة فيها، وكل خطوة لازم تبقى مليانة سلام داخلي. خففي على نفسك، سامحي نفسك لو محتاجة تسامحيها، وحطي حدودك، وما تنسيش راحتك أهم من أي حاجة أو أي حد. السنة دي اختاري تكوني خفيفة وقوية وسعيدة من غير أي وجع ملهوش لازمة. وفي النهاية، سنة 2026 جاية، والفرصة دلوقتي ملك ايديكي. سيبي وراكي كل وجع، كل خوف، وكل حقد زي ما قلتلك. السنة دي خدي راحتك أولوية. سامحي من غير رجوع، اختاري نفسك بدون تردد. ثقي في نفسك وحطي حدودك بدري عشان ما تتوجعيش. ادخلي السنة خفيفة بنيتك الصافية، وبقلبك يكون مفتوح للفرص والحاجات اللي ترفعك. ما تنسيش ربنا شايف كل حاجة، هو اللي هيظبط الباقي. السنة دي ملكك، خديها بكل قوة. اضحكي وانطلقي وعيشي حياتك من غير أي وجع يتقل على قلبك. 2026 مش مجرد سنة جديدة، دي فرصة تبدأي بيها حياتك أقوى وأخف وأسعد من أي وقت فات. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. مستنية أراكم في التعليقات، وتعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة في فيديو جديد.